قصة يوم في حياة دكتور الجزء الرابع. دكتور حسين waited for Nadia to arrive at the clinic with Sammy. دكتور حسين فضل مستني نادية علشان توصل للعيادة ومعاها سامي. هي اتصلت بيه طبعا علشان ابنها وقع على رجله وهو بيلعب كورة فكسرت أو اتصابت. He examined him. هو كشف عليه. Luckily his foot was not broken. ولحسن الحظ إن رجله ما كانتش مكسورة. دكتور حسين told him to rest for a week. دكتور حسين قال له هترتاح لمدة أسبوع. After he examined سامي، بعد ما كشف على سامي، دكتور حسين left the clinic. دكتور حسين مشي من العيادة and took a taxi. وأخد تاكسي to his flat where he arrived at 7:15. وأخد تاكسي ووصل لشقته على الساعة 7.